العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إرتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. توزيع 150 ألف فراخ للأسر المحتاجة في الأقليم الأوسط. وتأهيل 10 أسرة محتاجة بالمواشي في لوكعنسبة. الإرتريون في الخرطوم يحتفلون بالذكرى 31 لعملية فنقل التاريخية. تشاد تعزز القوات في مواجهة المتشددين بمنطقة الساحل. قتلى وجرحى أثر انفجارات واشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن الأفغانية. زلزال قوي يضرب منطقة فوكوشيما اليابانية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد فرع تنمية الثروة الحيوانية في مديريات بريخ وقال نفحي وسرجقة وأسمر في الإقليم الأوسط توزيع 150 ألف فراخ بأسعار معقولة ل5500 أسرة محتاجة. وأوضحت خبيرة تنمية الدواجن في الفرع الآنسة هيربون الزودي أن الهدف من البرنامج هو ضمان مصادر الدخل الاقتصادي وتأمين التغذية السليمة لتلك الأسر. وذكرت أن الرعاية والعناية اللازمة للفراخ يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود، مناشدة الأسر للقيام بجهود جادة استفادة من هذه الفرص. وتعهد المدراء تقديم الدعم اللازم لتلك الأسر في كافة أنشطتها. وأكدت الأسر المستفيدة من البرنامج بذل جهود حسيسة لبلوغ الهدف المنشود. وذكرت وزارة الزراعة وضع برنامج مماثل لتوزيع الفراخ. قام مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية لوكعنسبة بتأهيل 10 أسرة محتاجة قادمات من مختلف إدارات الضواحي بالمواشي. وذكرت مسؤولة الفرع الآنسة زيناويت جبر مسكال الأسر التي قدم لها لكل منها مبلغ مالي قدره 10,000 نغفة للاعتماد على ذاتها بالاستفادة من الفرصة المتاحة لها، مناشدة المدراء تقديم الدعم اللازم لها. وشكرت الأسر الدعم المقدم لها، مؤكدات بذل جهود حسيسة لتحقيق أهداف البرنامج. احتفل الإرثيون المقيمون في العاصمة السودانية الخرطوم بالذكرى 31 لعملية فنقل التاريخية في 16 من فبراير تحت شعار فنقل للأجيال. وأفادت المعلومات الواردة بأن البرنامج حفل بأنشطة رياضية وثقافية. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في الخرطوم السيد إبراهيم إدريس أن عملية فنقل التاريخية هي عملية وطنية بطولية وإعجازية بشرت بتحرير كامل تراب الوطن، ويجب توارث معجزاتها جيل بعد جيل وحفظها جيدا. وأن المسابقات الرياضية التي كانت جارية للفوز بكأس فنقل جزء من فعاليات الذكرى البطولية، مؤكدا تعازيز جهود السفارة لتطوير تلك الأنشطة وتكثيفها مستقبلا. من جهته قال مسؤول الشؤون الجماهيرية في السفارة السيد إسماعيل موسى إن الأنشطة الرياضية التي استمرت لأسابيع تسهم بفعالية في خلق العلاقة والتعاون، إضافة إلى تنسيق توحيد الشباب، مشيدا بمنظمي ومديري البرنامج. في غضون ذلك تم تخريج 20 من أعضاء الاتحاد الوطني للمرأة في الخرطوم بعد تلقيهن دورة حول حرف يدوية. وذكرت رئيسة المرأة في الخرطوم السيدة إيدن تادسيد الدارسات بذل جهود جادة من أجل تطبيق المعرفة المكتسبة من الدورة على أرض الواقع وتحسين حياتهن المعيشية، وكذلك نقل مكتسبات الدورة للأخريات. قال مسؤول مراقبة الثروة الغابية والحياة البرية في مديرية حقات السيد تخلاي في الصحيح أن أنشطة مكافحة اقتلاع الأشجار تحقق نتائج مرضية. وأوضح أن مرتكبي اقتلاع الأشجار بطرق غير قانونية يتم ضبطهم وتتخذ ضدهم إجراءات قانونية بتعاون الشعب والجيش الشعبي وحراس الغابات. وأشار إلى انخفاض الظاهرة بنسبة أكثر من 90% نتيجة الأعمال الجارية.
موضحا ضبط الجمال المحملة بالفحم والحطب القادمة من إقليم القاشبركة في طريقها إلى كرن في مناطق بوغو وجلاس وإنجناق وأونجلي. تجري أعمال تغيير أنابيب المياه الحديدية بالأنابيب البلاستيكية بالنفير الشعبي في منطقة فشاش إلى بلدة قحتيلاي لمسافة 3 كيلومترات. وأوضح مدير بلدة قحتيلاي السيزر السناي قايم اكتمال 90% من العمل الذي استمر لشهر حتى الآن بمشاركة 60 شخصا يوميا. وذكر الخبير الفني للمياه حصول أغلب سكان قحتيلاي على المياه الصالحة للشرب نتيجة لتبديل المضخ بالطاقة الشمسية إلى التيار الكهربائي وبناء خزاني مياه. وأشار إلى العمل الجاري لإدخال أنابيب المياه إلى المنازل بعد أن كانت تقدم من 4 محطات توزيع. وتبعد قحتيلاي مسافة 25 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة قنداع. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، ذكرت مصادر فرنسية وتشادية أن تشاد ستنشر نحو 1000 جندي في المنطقة الحدودية مع النيجر وبوركينا فاسو ومالي لتعزيز موقف الجيوش الوطنية التي تحارب متمردين إسلاميين بدعم من فرنسا وأوروبا. وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية ومسؤول أمني تشادي كبير إنه سيتم الإعلان عن نشر القوات خلال قمة تعقد يومي 15 و 16 من فبراير الحالي في العاصمة التشادية نجامينا للمناقشة الموقف في منطقة الساحل الأفريقي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تدرس فيه فرنسا إدخال تغيرات على شكل وجودها العسكري، وقد يستلزم ذلك سحب باريس بعضا من قواتها البالغ قوامها 5100 جندي يشاركون في عمليات مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل. كانت باريس أرسلت قوات للمنطقة في 2013 المساعدة في صد المتشددين الذين سيطروا على شمال مالي. ورغم ادعاء فرنسا تحقيق انتصارات عسكرية ضد المتمردين العام الماضي، إلا أنها تبحث عن استراتيجية للخروج. وتكلفت العملية الطاحنة مليارات من اليورو وقتل فيها 55 جنديا فرنسيا، ومع ذلك لا يزال العنف مستمرا فيما تظهر مؤشرات على تمدده في منطقة الساحل بغرب افريقيا. أعلن مسؤولون أفغان عن مقتل 4 على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية، بينهم قائد، وإصابة 7 بجروح خطيرة في تفجيرات في شرق وجنوب البلاد، كما أصيب 3 مدنيين في الشرق. ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الثلاثة التي تأتي وسط تصاعد العنف في أفغانستان مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان. ويأتي العنف في الوقت الذي تعثرت فيه محادثات السلام التي جرت في قطر بوساطة أمريكية بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وطالبان في الأشهر الماضية. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية أن 18 إرهابيا من طالبان قتلوا وأصيب 9 آخرون في عملية في منطقة أرغنداب بإقليم قندهار. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 18 مسلحا على الأقل من حركة طالبان وإصابة 9 آخرين خلال عملية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم قندهار. ضرب زلزال مدمر تحت البحر شمال شرق اليابان، وصلت قوته إلى 7 درجات، فيما وصل تداعياته إلى العاصمة طوكيو حيث شعر سكانها به. ولم توجه السلطات تحذيرا بشأن حصول تسونامي وفق ما أوردت فرانس بريس.
وأظهرت لقطات جرى تداولها عبر مواقع التواصل اهتزاز المنازل والعمارات في مناطق عدة باليابان ومنها العاصمة من جراء الزلزال القوي. وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن 7500 أسرة في محافظة مياغي شمال شرق اليابان. وأفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية أن الزلزال وقع على عمق 54 كيلومتر في المحيط الهادي قبالة منطقة فوكوشيما التي سبق أن دمرها زلزال وتسونامي في 2011. ويأتي الزلزال قبالة فوكوشيما قبل أسابيع من ذكرى مرور 10 سنوات على الزلزال المدمر الذي دمر شمال شرق اليابان وأدى إلى تسونامي عنيف تسبب في أسوأ كارثة نووية بالعالم منذ 25 عاما. الخبر الأخير في هذه النشرة، قالت صحف محلية أنه تم تعليق الاحتفال بمهرجان ريو دي جانيرو بسبب انتشار فيروس كورونا، ما يعتبر ضربة كبيرة لقطاع السياحة في البلاد. وأشارت الصحف إلى أن شوارع ريو دي جانيرو خالية ويوجد القليل من السياح، رغم أنه من المعتاد أن هذه الفترة ما بين 12 و 17 فبراير كانت المدينة متكدسة. ومع إلقاء هذا الحدث تحولت فرحة البرازيليين إلى صمت وحزن عميق. وتقدر خسائر المتداولين هذا العام ب 50.9 مليون دولار في عام 2020، ترك 2.1 مليون سائح، وهو رقم قياسي للمدينة الرائعة التي أدت في السنوات الأخيرة إلى زيادة عدد الزوار. وقبل إلقاء الكرنفال اقترحت السلطات البرازيلية تأجيله حتى يوليو، لكن مكتب عمدة ريو دي جانيرو قرر إلغائه نهائيا بسبب الصعوبات اللوجستية لتنظيمه. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اتخاذ القرار لتجنب الازدحام ومنع انتشار فيروس كورونا بين السكان. هكذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العام ودمتم في أمان الله.